الله اتنين وخميس، فحابين ان احنا يعني اليوم يعدي كده واعمالنا ترفع على الله واحنا عاملين طاعه كده جميله. شكل الاطباق جميل جدا، الريحه مش قادره اقول لكم حلوه جدا. بنعمل كل حاجه بعنايه كانها لبيتنا بالظبط. الطعام ده ليه فضل كبير جدا وليه اثر طيب جدا في حياتنا، يا ريت كلكم تستمروا عليه او تبداوا، اللي ما بداش يبدا باقل القليل. مش شرط يكون حاجه كبيره، مش شرط يكون حاجه شغل زي ما انا بشتغل وكده. طبعا الحمد لله والفضل لله، يعني انا مش بعمل الوجبات دي كلها بس للناس، لا، في جزء كبير طبعا طالع لوالدي. يا رب يدومها نعمه ان شاء الله. وهي دي البدايه، هي دي كانت البدايه اصلا، ان انا عايزه اطلع لوالدي، فدي كانت البدايه. ربنا يرحمه ويرحم امواتنا. والوجبات يا جماعه مش للموتى بس، للموتى والاحياء برضو، يعني اللي عنده حد وبيتقرب لربنا، اللي عنده ابن وعايز ربنا يصلح حاله، اللي عنده بنات وعايز ربنا يرزقهم ويجوزهم ويسترها معاه، اللي نفسه في اي طلب من ربنا، فدي قضاء حاجه. يعني التقرب لربنا بوجبات الطعام دي، اطعام الطعام ده وجبات حاجه. يعني انت اللي محتاجاه من ربنا طلعي وجبه وقولي وتمني من عند ربنا. اتمني انك تخشي الجنه، اتمني ان ربنا يسترها معاكي، ان ربنا يرزقك رزق واسع، ان ربنا يبارك لك في عيالك، ان ابنك يخش كليه معينه وبيجتهد وبيعمل على كده، وانت بتحاولي تساعديه بانك تتقربي لربنا وتعملي طاعه لربنا عشان خاطر ربنا يجبر خاطرك ويجبر قلبك فيهم. فدي حاجات كتيرة جدا، يعني مش بس للميتين، يعني الحيين كمان أولى بالحاجات دي. وبرضو ما ننساش الميتين، يعني الميتين دول ما احنا مصيرنا نبقى ميتين، فما نحبش ان عيالنا ينسونا ولا أهلنا ينسونا. فما تنسوش برضو كل واحد ليه حد عزيز عليه، ليه أب، ليه أم، ليه جد، ليه جدة. الطبق ده مش هيقل من فلوسكم حاجة، والله العظيم اوعوا تتخيلوا. اللي جرب الأطعام فعلا يا جماعة هيعرف ان ما نقص مال من صدقة. والله العظيم ما بينقص مال ابدا، بالعكس ده بيبارك وبيزيد. بس الانسان الضعيف هو اللي متخيل ان انا لو عملت طبقين ده انا كده مش هيبقى معايا فلوس، لو طلعت 100 جنيه لله ده انا كده دي اخر 100 جنيه معايا، مش هيبقى معايا حاجه. العقل ما قالش كده. اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، الكلام ده كله مش صح والله. اللي بيعمل الحاجه دي بيبقى فيه بينه وبين ربنا صله كده وروحانيات قويه، بيبقى عارف ومتاكد ان الفلوس راجعاله، وراجعاله قريب قوي يعني. ولو ما رجعتش فلوس بترجع حاجة تانية، برضو ما بيحسهاش غير اللي بيعمل الحاجة دي. فجربوا بس كده، جربوا ان شاء الله لو بسندوتش فول وطعمية الصبح وانتوا بتفطروا، بيضة مسلوقة مع رغيف كده، لأي حد بيكنس، لأي حد بيمسح عندكم السلم، لأي حد يتيم حواليكوا، لأي حد محتاج انتوا شايفينه، لأي حد قريبكم، والأقربون أولى بالمعروف. ان شاء الله انا بنزل الفيديوهات دي عشان خاطر اشجعكم، عشان خاطر اعرفكم ان الحاجه دي كويسه جدا وليها اثر طيب، وفي تجارب كتيره على الاثر الطيب بتاعه الخير واطعام الطعام. مش هطول عليكم، الخميس الجاي باذن الله انتظروني، هيبقى يوم مميز.